مبدئيا كده مبروك. مش هحدد. مبروك للجميع ما عدا الاسطوريين اللي داخل مصر او اللي خارج مصر. مبروك للجميع ما عدا الاسترالي رضا عبد العال والاسترالي مدحت العدل. مبروك للجميع ما عدا دول. انا كاتب في العنوان منتخب الاهلي، سواء اهلاوي او زملكاوي بتضايقك منتخب الاهلي، منتخب الاهلي 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 منتخب الاهلي. قولا واحدا، اي حد بيشكك في حسام حسن انه تكتيكي ومدرب فني وبيقرا الملعب يبقى جلنف. اي حد بيشكك في امكانيات حسام حسن واختيارات حسام حسن وتشكيله حسام حسن واداء حسام حسن الفني، مش مجرد مدرب حماسي بس، يبقى جلنف ويشرب من اي خراره. فاكرين الخراره بتاعت مرتضى اللي كان بيشربكم منها؟ روحوا اشربوا منها. طبعا الكلام ده مش رايح لاخواتي اللي متابعيني، انتوا عارفين الكلام ده رايح لمين؟ رايح للحاقدين، رايح للشامتين، رايح للاستراليين، رايح للي مستنيين مصر تخسر وما تحققش انجاز عشان خاطر اهدافهم الشخصيه. مليون مبروك لمنتخب مصر، الانجاز اللي بجد، الانجاز الحقيقي، الانجاز التاريخي، كسر القاعده، كسر عقده الخواجه، مشوار اسطوري للمنتخب في كاس العالم. لولا ان احنا محطوطين في سكه الارجنتين كنا هنروح بعيد، كنا هنروح بعيد. كان هيبقى في 2 مغرب في البطولة، مصر والمغرب. لا مش 2 مغرب، معلش، مع كامل الاحترام للمنتخب المغربي، احنا مصر، احنا 7 افريقيا، احنا 3 افريقيا على التوالي. احنا عذبنا البرازيل وكسبونا بالفار قبل اختراع الفار. احنا كسبنا ايطاليا بطل العالم. احنا مصر، احنا المنتخب المصري بلعيبة محلية، بلعيبه محليه طالعه من الدوري المصري، طالعه من الملاعب اللي ما بيتلعبش عليها كوره، مش متاسسه صح اساسا. ولكن هو ده منتخب مصر، هو ده منتخب مصر، الجيل التاريخي اللي ينقصه فقط الفوز افريقيا. ولا عزاء للحاقدين، ولا عزاء للشامتين، ولا عزاء للأستراليين، الأستراليين اللي في مصر أو اللي بره مصر. والله العظيم 3 لكل واحد متضايق من جملة منتخب الأهلي. قسما بالله وبحلف لك بالله، جزء كبير جدا من اللي بوجه لهم الرسالة ومن الأستراليين داخل مصر فاهمين انتوا كلامي بقى، فاهمين بتكلم على مين. والله مستنيين المنتخب يخسر عشان يشمتوا فيه ويشمتوا في اختيارات حسام حسن ويشمتوا في حسام حسن ويشمتوا في لعيبة الأهلي. ده حسام حسن اللي مجننهم، ده صاحب العزبة، ده صاحب منتخب مصر. يابا ده راجل مزاجنجي. اختار لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي المركز الثالث اللي هيشارك في الكونفدراليه. ده اللي ضم زيكو وما ضمش مصطفى محمد. هو ده اللي ضم زيكو وما ضمش مصطفى محمد. هو ده اللي ضم حمزه عبد الكريم اللي كل ما بينزل بيبقى مؤثر، سواء في الالتحامات او البساط او تهدي او المحطه، مهاجم يبقى محطه يسند لك كوره. هو ده حسام حسن. هو ده الدكر اللي اخد قرار النادي الاهلي ما قدرش ياخده. ايه يا راموس ده انت متزملك، المفروض تطبل للاهلي. انا بقول لك ده الدكر اللي اخد قرار النادي الاهلي ما قدرش ياخده. ايه هو يا عم القرار ده؟ ان مصطفى شوبير يبقى حارس مصر الاول. هتقولي طب ما مصطفى شوبير السنه اللي قبل اللي فاتت كان حارس الاهلي في دوري ابطال افريقيا. هقول لك ده كان قرار برضو من حسام حسن لما بدأ يضم المنتخب مصر ويعتمد عليه. لولا حسام حسن ما كانش مصطفى شوبير هيبقى حارس الاهلي الاول، لان حسام حسن قالها واضحه، انا الحارس اللي هعتمد عليه هو مصطفى شوبير.
كامل الاحترام لمحمد الشناوي وتاريخه، والله ما بقلل منه، لكن كل وقت وله أذان. حسام حسن اللي مش عاجبك ده للأمانة هي غلطة واحدة بس مع حسام حسن، غلطة واحدة بس هي عدم إشراك هيثم حسن، بس هي دي الغلطة الوحيدة لحسام حسن، لكنها غلطة من الغلطات. ياما مدربين أجانب بيثبتوا على لاعب معين، ياما مدربين أجانب كانوا بياخدوا مروان محسن يبقى مهاجم منتخب مصر، ياما مدربين أجانب كانوا بيعتمدوا على لعيبة معينة. إيه يعني؟ وصلح غلطته، على الأقل اعترف بغلطته وصلحها، ما كبرش. حسام حسن اللي بيرد على الكل، منتخب الأهلي اللي بيرد على الكل، اللي بيصعد رغم أنف الحاقدين والحاسدين والشامتين والمتربصين والأستراليين داخل مصر وخارجها. فرحة بجد، فرحة للشعب المصري. أول مرة نكمل للآخر، أول مرة ما نعطلش، أول مرة ما نبقاش أداء مشرف، أول مرة ما نكسبش إيطاليا ونعمل ماتش عالمي قدام البرازيل وهم خسرانين من أمريكا. لا يا باشا، لا يا باشا، نعمل ماتش عظيم بس نخسر أفريقيا ضربات جزاء أمام السنغال، نعمل ماتش عظيم بس نخسر صعود الكأس العالم أمام السنغال. خلاص الأداء المشرف انتهى، جاء وقت تحقيق الأحلام وتحقيق الإنجازات الحقيقية. عارف يعني ايه تصعد مرتين في كاس العالم من منتخب كان بيروح ما بيسجلش جول، من منتخب كان بيروح ما بيكسبش. حقق اول انتصار، حقق تعادل مع تاسع العالم بلجيكا، خرج من دور المجموعات مركز تاني في فرق الاهداف مع بلجيكا بدون خسارة ولا ماتش، قدر يصعد من دور ال16 على حساب منتخب استراليا، قدر يصعد دور 32 ثم دور ال16. وانا بقولها لك لو مش الارجنتين اللي هتقابلنا كنا رحنا على دور الثمانية، فلا عزاء للحاقدين، لا عزاء للشامتين للمتربصين. هو ده منتخب مصر، منتخب الساجدين، منتخب العزيمة والإصرار والروح، منتخب المحليين المتألقين فيه محليين. ياسر إبراهيم، مصطفى صبير محلي، ياسر إبراهيم محلي، رامي ربيعة محلي، حسام عبد المجيد محلي، محمد هاني محلي، مروان عطية محلي، كريم حافظ محلي، تريزيجيه محلي، إمام عاشور محلي. منتخب المحليين عندنا 3 محترفين بس، صلاح اللي كسر ال30 ومرموش وهيثم حسن بس، وخاربين الدنيا ب3 محترفين. منتخبات بيبقى فيها بال10 محترفين وال16 محترف، لكن احنا منتخب المحليين. هنا يمكن الإنجاز، هنا يمكن التاريخ. طول عمرنا مترابطين ومنتخب مترابط، عندنا عزيمة وإصرار وحماس. اللي بيقولك حسام حسن حماس وبس، ايه رأيك في التكتيك والفن؟ ايه رأيك في تغيير اللعب وتغيير الاستراتيجية الشوط الثاني لما نزل تريزيجيه ولما نزل حسام عبد المجيد نص ملعب؟ ايه رأيك واحنا زانقين استراليا 90 دقيقة زانقينهم والله العظيم بيدافعوا 90 دقيقة نكسب في الماتش، هما ما لهمش خطورة غير كرة العارضة بس. حتى الهدف احنا اللي سجلناه في مرمانا. هو ده منتخب مصر، هو ده حسام حسن اللي هاجموه، اللي حاربوه، رضا عبد العال اللي بيحاربه واللي بيقول لك حتى لو خد كاس العالم مش هقتنع بيه، باسم مرسي اللي بيهاجمه بيقول لك مش هقتنع بيه، مدحت العدل اللي بيهاجمه بيقول لك مش هقتنع بيه، وبيغلطوا في الراجل وبيهدوا فيه وهو بيرد عليهم. احنا كسبنا وربنا نصرنا عشان الناس دي مش معانا، احنا انتصرنا وعدينا ووصلنا للمرحلة دي عشان الناس دي ما بتشجعناش، عشان النفوس اللي مش صافية، النفوس السوداء بعيد عننا. فلما النفوس السوداء بعدت ربنا بارك للمنتخب وصعد الحمد لله، بالتعادل في النقاط مع متصدر المجموعة بلجيكا، وكسبنا استراليا وصعدنا لدور 16. يعني كسبنا في المجموعات، ما خسرناش ولا ماتش،
صعدنا دور 32 وصعدنا كمان دور 16. كله بيهاجم، كله بينتقد، كله مستني سقطة، كله كان مستني مصر تخسر عشان يلبسوها لمحمد هاني المتألق من أفضل باكات اليمين في كأس العالم، اللي مش عاجب إعلام الزمالك. كله كان مستني المنتخب يخسر عشان يشمت في محمد هاني، كله مستني المنتخب يخسر عشان يشمت في حسام حسن، كله مستني المنتخب يخسر عشان يشمت في لعيبه الاهلي اللي مع المنتخب، ويقول لك ادي حسام حسن اهو اللي ضم لعيبه الاهلي اللي هم مركز ثالث في الدوري اللي هم هيلعبوا كونفدراليه، وساب لعيبه الزمالك اللي هم ابطال الدوري. ما يعرفش يعني ايه احتكاكات دوليه واحتكاكات عالميه ومنافسات في دوري الابطال وكاس العالم من الانديه وانتر كونتيننتال، مش مجرد دوري مصري وكاس مصر وكونفدراليه بس. حتى لما لعيبتنا اتحطت تحت ضغط في الكونفدراليه ما عرفناش نكسب، مع كامل الاحترام لاتحاد العاصمه. هو ده منتخب مصر بين قوسين الاهلي، هو ده اللي انتم مستنيينه يخسر. هي دي اختيارات حسام حسن، هي دي اللعيبه الرجاله. اصل يا جماعه ما طول عمر منتخب مصر لعيبته معظمها من الاهلي. هو ده امام عاشور السطور، امام عاشور الرائع، امام عاشور المبدع، امام عاشور المتألق، امام عاشور الكواليتي الوحيد المختلف. اقسم بالله كواليتي امام عاشور اعلى من عمر مرموش واعلى من محمد صلاح قسما بالله، لكن هي بس العقليه. اقسم بالله امام عاشور ده لما كان في ميتلاند، لو كان كمل في الاحتراف وكمل بنفس المستوى، اقسم بالله كان هيبقى توب 5 في الدوريات الخمسه الكبرى. لعيب بسم الله ما شاء الله عليه، على هدوءه وثقته ومهارته وموهبته، بسم الله ما شاء الله عليه، بيمينه بشماله بالهد بيسجل. هداف مصر في كاس العالم، لاعب محلي مش لاعب محترف. هيثم حسن، عارف هيثم حسن ده ايه؟ باختصار شديد كده من غير ما اتكلم كتير عليه، هيثم حسن معنى كلمة محترف، فارق عن اللي حواليه، واثق في نفسه، بيستلم، بيروح على الجول، بيقبل على المدافع وبيعديه. ما عندناش وينج بيعمل كده، ما عندناش وينج جريء بيقبل على المدافع وبيعديه، عنده ثقة، نزل عمل تقل المنتخب مصر. ضغط مصر الهجومي كله من ناحية هيثم حسن. والله العظيم ما قصدي اقلل من صلاح، وشاط ضربة جزاء عالمية وعامل كاس عالم محترم جدا صلاح، لكن بالامانة صلاح لما في رجله بتبقى الكورة بتلاقي مصر عاملة كده زي ما بتبقى في رجل هيثم حسن، وتكسب ارض ويروح يلم واحد والتاني ويجري بسرعاته ويلعب عرضية ويضغط هجوميا، بينقل لك هجوميا، ما بياخدش الكرة ويرجعها لورا، لا بيروح لقدام. ما شفتش هيثم حسن بيرجع الكرة لورا خالص. معنى كلمة محترف دي بس الغلطة الوحيدة لحسام حسن، ان لاعب زي هيثم حسن ده كان المفروض يلعب كل الماتشات للأمانة. كلمة السر، وكان هيخلصها هيثم حسن بس مفيش نصيب وكان هيصنع هدف لإمام عاشور بس مفيش نصيب. لعب بسم الله ما شاء الله عليه. هاني رغم انه جاب جولين في نفسه، واحد في بلجيكا وواحد، لكن اقسم بالله من افضل باكات اليمين دفاعيا وهجوميا. خلي بالك عرضياته بلسم عرضياته. كريم حافظ اللي لازم اشيد بيه، انا كنت ضده الصراحه، لكن العرضيه اللي عملها بلسم. وامام عاشور. وصلاح برضو عامل ماتش كويس جدا، رغم انه برضو متخفف معظم الاوقات ومحتاج يبقى اسرع من كده شويه، وجرينت افضل من كده شويه. المنتخب هيفوق كله. ومروان عطيه يا جدعان الثلاث رئات بسم الله ما شاء الله، شايل نص الملعب لوحده يا جماعه، هو وحمدي فتحي. مروان عطيه وحمدي فتحي في حته تانية اقسم بالله. وحسام عبد المجيد لما نزل كان جامد جدا 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 جدا. منتخب مصر ما بقاش يفرق معاه غيابات يا رجاله، مبروك لمنتخب مصر، مبروك للجهاز الفني، مبروك لمنتخب الاهلي، مبروك للشعب المصري، شكرا للشعب الجزائري، شكرا للشعب المغربي، شكرا لكل من ساندنا. منتخب الجزائر هارد لك، لكن انتوا النهارده صعدتوا، لان ده مش منتخب مصر، ده منتخبكم انتوا كمان، ده مش منتخبنا بس، ده منتخبكم انتوا كمان.
صعد منتخب مصر، ومبروك للجميع ما عدا الاستراليين المصريين امثال رضا عبد العال ومدحت العدل. السلام عليكم.